لو هناخد عنوانين بسيطين جدا لمباراة النهارده بين الاهلي وجورماهيا، هنقول للعنوان الاول ان ملك افريقيا قد عاد فعلى افريقيا الحذر، والعنوان الثاني ان ملك الثلاثيات قد عاد فعلى افريقيا الحذر. عايزين نتكلم شويه على ماتش النهارده، بس اهم حاجه تعمل اللايك والمتابعه، ويلا نبدا. الاهلي بيفوز على جورماهيا 3-0، بس اهم من الفوز على جورماهيا 3-0 واهم من البدايات كمان ان انت قدرت تفوز وتعمل مباراة كويسة. اهم حاجة ان انت قدرت تلعب بشكلك المعتاد، الشكل اللي انت اصلا متعود عليه، الشكل اللي انت المفروض بتضغط عشان تقدر تفتك الكورة وتقدر تصنع الاهداف. دايما كولر في المواسم اللي فاتت كان بيعمل الشكل ده، بس انا عايز اقول لك على حاجة كمان، هو اعتمد اكتر على طريقه كلوب دايما مع ليفربول كان يقول لك ايه، انا اهم صنع عندي هو الضغط، اضغط خد الكوره ثم احرز اهداف او اصنع هدف. صانع اللعب الاول هو الضغط، وفعلا كولر النهارده قدر يصنع الاهداف من الضغط، واول هدفين بالذات. نتكلم على تاو، ودي المرحله الثانيه. وتاو فاكرين لاعب كان في الاهلي في فتره من الفترات كان اسمه علاء ابراهيم. علاء ابراهيم ده كان لاعب مميز جدا، بس كان بيجي برضه في المواسم زي تاو كده بالظبط، تلاقيه اصلا ما بيلعبش كوره، وفي لحظه الجمهور قلب عليه وقال لك لا ده يمشي. في اللحظه الاخيره دايما علاء ابراهيم بيلعب زائد 90 زائد 90، يعني تلاقيه بيخلص لك مباريات اصلا مهمه جدا، وبيخليك ان انت تحقق القاب سواء كاس مصر او الدوري المصري. نفس الوضع هو تاو النهارده بيقدم مباراه من احسن مبارياته في افريقيا. بس دايما تاو لو انت تفتكر بيقدم اول مباراه بس وبعد كده بيختفي، مع العلم ان تاو اصلا في المواسم اللي فاتت كان كويس، ما كانش وحش يعني. حتى في الموسم الاخير هو حقق افضل لاعب في افريقيا، وده كان حاجه مميزه جدا، وعمل مباريات كبيره جدا في افريقيا. بس خلينا نتكلم شويه عن النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده حاجات حلوه جدا في مباراه النهارده عملها كولر، وهو التبديلات اللي هي المفروض ان انت بتريح لعيب وبتنزل لعيب تاني، وبتطمن على كل اللعيبه اللي عندك. لعبت بيحيى عطيه الله، وده حاجه مميزه جدا ان انت تطمن عليه برضه وتشوف لعبه كويس جدا في الملعب. لعبت بياسر ورامي ربيعه ولعبت باكرم، وان انت ده كله حلو، بس اهم حاجه برضه ان انت قدرت تجيب اللياقه، قدرت ان انت تنظم الفريق، قدرت ان انت تقسم المباراه على اجزاء مختلفه زي ما انا قلت بالظبط. فده مهم جدا، كولر يعمل تقسيم للمباراه باجزاء مختلفه، امتى اضغط وامتى اريح وامتى استنى الكوره وامتى امسك كوره. ده حاجات جدا مهمه جدا لكولر. في الاخر انا عايز اشكر الطاقم المساعد لمارسيل كولر، ممكن كتير ما بيجيبش اسماء ليه او ما بيتكلمش عليه، بس انا عايز اشكر فعلا طاقم المحللين بتوعه، لان اكيد هم اللي اتكلموا في حته ان جورماهيا لو انت ضغطت عليها يغلط. وفعلا ده اللي حصل، انت ضغطت عليه من اول مباراه مرتين وفعلا غلط، وقدرت تحرز هدفين. حتى في اخر المباراه لما حسيت ان ناحيه اليمين عندهم مفتوحه، فنزلت طاهر وقدرت تستغل الجبهه دي. بشكر حضراتكم، ما تنساش اللايك والمتابعه، وباذن الله القاكم في جورماهيا الجزء الثاني، وباذن الله نكون فايزين، نروح نقابل الزمالك في السوبر وباذن الله برضه نكون فايزين. كان معكم محمود الجندي، ما تنساش اللايك والمتابعه، وبشكركم.